تعالي تعالي يا ابله، ما تتكسفيش، تعالي دوق. اتكسف؟ وهو انا برضه وش كسوف؟ بونسوار نجلوتشي. بونسوار تاني يا ابله. لا، واضح انك بتحبي روابي زياده عن اللزوم. اكيد جدا. هنذبح ايه النهارده؟ مش انا عملت لك حلو؟ هو ده كان حلو؟ تعالي اعمل لك حاجه. يا خوفي. هعمل لك النهارده كب كيك بالفراخ. يلا بينا. هاخد الاول كوبايه من اللبن، 2 بيضه، شويه ملح وفلفل، وهنحط 3 معالق من سمنه روابي بطعم القشطه، يعني حوالي نص كوبايه. كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، هيبقى مشابه لعجين الكيك. هروح بقى احط عليه بعد كده الفراخ المتقطعه. شفتي بقى يا ابله سهله ازاي؟ هعملها الكاي. هي وصفه اقتصاديه جدا. من بواقي الفراخ اللي عندنا احنا بنعمل وجبه متكامله. معلقه كده من الخلطه اللي عملناها الحلوه دي، واروح حطاها في ورق الكب كيك. قد ايه روابي بطعم القشطه بتدينا طعم غني جدا في الحلو وفي الحادق. هندخلها الفرن بقى على 180 درجه، هتقعد يا دوبك 10 دقايق. ايه رايك بقى يا ابله؟ شميتي الريحه؟ لا، لابسك ماما. دوقي يا ابله بقى وقولي رايك ايه. لا، روابي بطعم القشطه خلت الاكل تحفه. يا حبيبي المرحوم فايته كتير.